السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير او على خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. كما راكم تشوفوا الرقاق بطريقه سهله من الف الى الياء. نعطيكم الكميه تاع السميد شعال والكميه تاع الماء وكيفاش تدلكيه وكيفاش يعني بطريقه سهله بدون تعب. وهذا اول مشروع ليا وهو الركاك، ونقول لكم حتى السعر شحال تبيعيه للكيلو وكيفاش تسوقي المشروع تاعك. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا الحبه جات خفيفه وجات رقيقه. شوفوا خفيف ورقيق بدون فرينه، يعني جا رقاق بنين وشهي. ان شاء الله تجربوا لي هذه الوصفه وتعطوني رايكم. يلا نبداو بسم الله. عندي كيلو سميد نوعية جيدة. عندي هنا النوعية تاع رياض، اسم رياض في الجزائر. راه كاين سميد اسمه رياض، نديرو منه كيلو. واللي ما عندهاش الميزان دير زوج غرفيات كما راكم تشوفوا، بول تاع حريرة زوج. نديرو كذلك نرونوه بنفس الكيلة ما نخلو منها غير ربع. نعجنو كيما هكا كيما راكم تشوفوا ونلموه ونخلوه يريح واحد 5 دقائق. نعاود نولوله تاني نضربوه ضربة زوج، نعجنو عجنة زوج ونعاود نخلوه كذلك يريح المرة الأولى. هذاك الربع راكم تشوفوا فيه غادي غير نشمخ يدي ونضرب ضربة زوج 3 كيما هكا ونعاود نلموه ونخلوه يرتاح. شوفوا هذا السميد النوعية جيدة، ما غادي يغبنك ما والو. ديريه وعينيك مغمضين. هذا الرقاق من اسهل منه ما كاش. خلوه كيما هكا ومن بعد نعاودو بعد اللي خليته يريح. روحت شمخت يدي في هذاك الماء اللي هو ربع كيلة. نشمخ يدي ونعاود ندلك كيما هكا 2 خطرات 3 ونخليه تاني يريح. شوفوا ديروا هذه العملية 2 خطرات 3 خطرات حتى تشوفوه بدا يدير فقاعات كيما هكا ويطرطق تحت يديكم. تعرفوا باللي صاي العجين تاعكم راه هذاك هو. هنا كي شفته صاي ندلك غايه وبدا يطرطق تحت يدي بديت نقطع فيه. درته بالصغير لبناتنا المبتدئات. شوفوا قداه حبه غير صغيره باش ما تغبنوش فيه ما تقعدوا تجبدوا. راني كملتها جاني واحد 30 حبه هكاك 28 حبه. نعاودو نفوتو عليه كاع هكا في الزيت ونغطوه بالصاشيه ونخلوه يرتاح واحد ربع ساعه هكا. هنا كي بعد اللي يرتاح ربع ساعه شوفوا كي راه يستيكي غير وحده نحطوه فوق كيما انا فوق البوطاجي تاعي وجبته. الحبه الاولى فاتت دوك تشوفوا معليش الا هكا نتقب خطره هكا كيما نورمال زعما ماهاش حاجه وبروحها غادي تقطع. شوفوا الحبه هنا هاك صغرتها وجات الحبه كبيره من داك يستيكي ويجي رقيق بزاف. تولي حبه كبيره. نجو الحبه الزاوجه تاني رانا نخدموا فيها. شوفوا كي نخدموا فيها غير بالعقل جبدي من هكا. هنا فاتت الحبه الاخرى صح، يعني جبد غير بشويه وحطي. شوفي كي تكون العجينه تاعك مليحه وتكون ناجحه الحبه تاع الرقاق بالخف نجبد معاك. وتاني ما تخليهاش تيبس فوق الطاجين. ساعه قلبيها كيما هاك تخليهاش تيبس. وعلى نار تكون متوسطه ما تكونش نار قويه بزاف. ان شاء الله الفيديو راه باين وان شاء الله تفهموا عليا. نزيدوا حبه واحده اخرى معاكم. شوفوا كي تحطوا الحبه تبداو تشدوا فيها غير بشويه كيما هاك.
وان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا وتعجبكم الطريقة تاعي كيفاش درت للرقاق. واللي عجبها الفيديو ووصل معايا هدايا ما ينسانيش خواتاتي بالاشتراك فضلا وليس امرا، والبارطاج ان شاء الله، والبارطاج كما راكم تشوفوا راني درت هذه الحبه وخرج لي واحد الرقاق ما شاء الله. وكان كما قلت لكم هذا المشروع تاعي الاول في الرقاق، وانا نبيعه في الكيلو، يعني 60 ألف للكيلو، 60 ألف للكيلو. واللي زعما تدي عليا 2 كيلو 3 كيلو ندير لها 50 ألف للكيلو. هذا كان أول طلبية راني درتها وشاركتها مع خواتاتي. صاي المهم خواتاتي، ما عليا نقول لكم خواتاتي جربوا لي هذا الرقاق وجربوا لي هذه الوصفه، وسيختو لبناتنا المبتدئات اللي باغيين يتعلموا الرقاق ويخافوا منه. نقول لكم باللي الرقاق سهل، فيه برك كيما درت يعني بالمقادير تكون مضبوطه، ما تخافيش منه ويخرج لك رقاق وشباب وتحمري وجهك بين عائلتك وفي وليداتك وحتى نفسك. وعلاش الا جربي بنتي ولا اختي وردي لي في التعليقات، وما عليا نقول لك مع السلامه وتهلي في روحك. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.